السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي واخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. هنعمل معاكم النهاردة من مطبخ حلو حادق وصفة الكبدة البانيه بطريقة جميلة جدا. معانا في المقادير نص كيلو كبدة شرايح متقطعة كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بغسلها وكنت حطاها في ليمون وبعد كده صفيتها من ليمون وايه سبتها تتصفى كويس. انا بغسلها بدقيقة يا جماعة. معانا مية بصلاية واحدة وحاطين عليها نص كوباية مية. ويبقى معانا الفيجيتار اللي احنا عملناه مع بعض في القناة. معانا في التوابل بتاعتنا معلقة بصل بودر، توم بودر، نص معلقة ملح، كزبرة، معلقة كمون صغيرة. ماشي. وطبعا مية البصل دي بشرنا بصلاية وصفيناها كويس وزودنا عليها نص كوباية مية صغيرة عشان خاطر المية البصلاية كانت قليلة. ماشي، بدل ما نبشر بصلتين وخسارة ان كمية وهو نص كيلو كبدة. ماشي، نزلنا بالتوابل كده على مية البصل زي ما حضراتكم شايفين كده وقلبناه كويس. طبعا انا ما كترتش الملح يا جماعه عشان الفيجيتار اصلا مملح وفيه توابل برضو اللي انا عاملاه معاكم اللي هو بالفينو. ماشي. طبعا ممكن تعملوها بالرده وعليها دقيق، ممكن تعملوها بالبقسماط الناعم، تعملوها بالفيجيتار. بس انا عامه بحب الفيجيتار جدا فيها لانه اولا بيبقى جميل جدا ما بيشربش زيت. بحس ان الرده بتشرب زيت لان انا عملتها كتير قوي بالرده، وده انتوا ورغبتكم. فانا عامه بالفيجيتار كانت عجباني يعني. كده هنتبلناها زي ما انتم شايفين كده في التوابل وميه البصل وسيبناها نص ساعه تتبل. هنعمل معاكم بقى بعدها ايه سلطه الطحينه عشان تبقى جنبها. معانا شطه، كمون، بصل بودر، توم بودر، نص معلقه ملح صغيره، كوبايه ميه مغليه عشان خاطر ايه نفك بقى الطحينه. ماشي يا حبايبي. وهيبقى معانا شويه خل وشويه زيت. هننزل كده بكميه الطحينه اللي احنا عاوزينها، يعني مش محدده، على حسب ما انتوا تحبوا يعني. فاهميني؟ بس ايه انا بوريكم الطريقه وانتوا ايه بتنفذوا بقى على حسب الكميه اللي انتوا عاوزينها. نزلنا كده بالطحينه دي برضو اللي احنا عاملينها مع بعض في القناه. هننزل بشويه ميه حبه بحبه كده ونقلبهم بالمضرب السلك عشان ايه نفك الطحينه مع الميه المغليه. ماشي. طبعا بنخليها على حسب السمك اللي احنا عاوزينه. في ناس بيحبوها خفيفة وفي ناس بيحبوها ايه وسط وفي ناس بيحبوها تقيلة. احنا بنحبها وسط ما بين ده وما بين ده. ماشي يا حبايبي. هنظبط السمك بتاعها كده. طبعا المضرب السلك ده احلى حاجة للطحينة لسلطة الطحينة عشان بيخليها تفك بسرعة معانا. ماشي. طبعا ممكن تحطوا توم فريش بدل التوم البودر. ماشي. بس احنا عشان خاطر التوم الفريش بيبقى لاذع شوية وبيعمل انتفاخات وحاجات كتير، فانا ايه بحب احط توابل كده خفيف خفيف كده بيبقى طعمها رائع جدا. شطة، كمون، كزبرة، بصل بودر، وبنزود شوية في التوم البودر. نزلنا تاني بشوية مية لما لقيناها تقيلة زي ما حضراتكم شايفين، وهنقلب تاني بالمضرب السلك. هي سهلة جدا وخطواتها كلها سهلة. طبعا المطاعم بره يا جماعة مش بيعملوها اصلا بطحينة. ماشي. ده بيعملوها بعيش شامي وبيعملوا حاجات تاني خالص. بننزل كده بشوية خل صغيرين في حدود معلقة او معلقتين كبار عشان تدينا برضو طعم كده حلو للطحينة. وبعد كده ايه كده كنا خلصناها. وهنحط في الاخر شوية زيت على الوش وبندوق بقى الحدق بتاعها وبنشوف الدنيا فيها ايه. لو حاسين انها محتاجة ملح ولا حاجة بنزود، مش محتاجة خلاص بنسيبها على كده. بنقدمها بقى ايه جنب الاكل اللي احنا هنعمله، جنب مشاوي، جنب كفتة، جنب بانيه. صراحة كل حاجة سلطة الطحينة بتبقى جميلة جنبها. كده كنا حطينا شوية زيت على الوش وخلاص ايه هنقدمها بقى كده عقبال ما الكبدة تتبل ونقدمها مع الكبدة. وهيبقى عيش بلدي وهتبقى أكلة جميلة بأمر الله. ننزلها بقى في طبق التقديم كده زي ما انتم شايفين. يعني حلوة الكمية دي على قد الغدوة عشان ما تفيدش خسارة وتتركن ولا حاجة. فاحنا بنعمل ايه على قد الغدوة. لو طبعا عندكم كمية اكبر هتزودوا وهتعملوا نفس الايه الطريقة. شوية شطة صغيرين كده على الوش وخلاص. وبنركنها بقى كده. وبعد كده بقى ايه
هنشتغل في الكبدة معاكم. هنجيب كده طاسة واسعة او صينية واسعة هننزل فيها بالفيجيتار. انا حافظاه في علبة في التلاجة، ولما بحتاجه بطلعه بقى للبانيه. عملت معاكم البانيه قبل كده بالفيجيتار اللي انا عاملاه من الفينو المحمص. وادي الكبدة البانيه برضو، وبقلي منه ساعات فراخ بيبقى جميل جدا. طبعا الكبدة كده كانت اتبلت نص ساعة اهي معانا. هنطلع بقى قطعة قطعة. تتبيلة سهلة برضو جدا للكبدة، وبتبقى خفيفة وطعمها رائع، وكان طعمها رائع جدا يا جماعة والله. هننزل كده في تتبيلة الفيجيتار وندوس عليها كده زي ما انتم شايفين. طبعا الكفر كان لازق وكان جميل جدا بتاع الفيجيتار، ما طلعش خالص، وهتشوفوا دلوقتي في الآلية. وبعد ما نخلصها بندوس عليها كده بايدينا كده، وايه، نطلعها زي ما انتم شايفين كده بالجمال ده، اللهم بارك. طبعا الكبدة يا جماعة البانيه دي او الكبدة المقلية ما بتاخدش سوا برضو في النار. يا دوب مسافة ما نحطها ونسخن الزيت، يا دوب الوش اللي تحت يدي لون ذهبي خفيف كده، بنقلب على طول عشان خاطر ما تشدش معانا. هتشوفوا دلوقتي واحنا بنقليها انا كنت بعمل ايه. يعني هوريكم كذا طاسة، عشان خاطر في ناس كانت بتقليها وتطلع معاها ناشفة، بتسيبها جامد على النار. لما الكبدة بتنشف معاهم مش بتبقى حلوة ولا ليها طعم وبتبوظ. انما احلى حاجة للكبدة البانيه بالذات، مسافة ما ننزلها نقلبها على طول. الوش بس ياخد لون كده ويبقى ذهبي، وكده كنا خلصنا الكمية معانا اهي. وكنا حاطين الطاسة على النار. هتشوفوا دلوقتي واحنا بنقليها. هنستنى الزيت يسخن معانا. ماشي يا حبايبي اهو. هننزل باول قطعتين. ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميلة جدا طعمها رائع، والفيجيتار جميل فيها، وكل حاجة فيها كانت مظبوطة. وما كانتش شاربة زيت. خطيرة خطيرة يا جماعة. جربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة لو الفيديو عجبكم. وشكرا لكل تشجيعك وتعليقاتكم، وكل اللي بيخشلي ويدعمني في القناة. كتر خيركم، وربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحة يا رب. حبايبي كلكم اخواتي وحبايبي. اهو بصوا مسافة ما حطيتها ويا دوب اللون بقى ذهبي، قلبنا على طول. ما استنيناش انها تتحرق يا جماعة او تتحمر زيادة عن اللزوم، بتنشف ومش بتبقى حلوة خالص، بالذات الكبدة المقلية. وبرضو الناحية التانية مسافة ما تبقى لونها ذهبي بنطلع على طول. ما نسيبهاش لما تتحرق عشان خاطر هتنشف منكم وطعمها يبقى مش ظريف. كان لازم اوريكم عشان خاطر دي تريكات مهمة جدا في آلية الكبدة، لازم تعرفوها. لان في كتير كتير قالولي على الموضوع ده صراحة، وانا حبيت اوريهولهم عملي. عشان خاطر يبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي، والحاجة دي بتتقلي ازاي، غير البانيه طبعا خالص. غير اي حاجة تاني بتتقلي. بصوا يا دوب، بصوا ما شاء الله اهي. نصفي كويس بقى. بصوا التحمير بتاعها جميل ازاي. يا دوب ما بنسيبهاش، لونها جميل جدا اللهم بارك، والقشرة لازقة عليها وتحفة. طبعا لا حاطين بيض ولا حاطين اي حاجة، زي ما انتم شفتوا من مية البصل والتوابل على الفيجيتار على طول. عاوزين تعملوها بقسماط ناعم كان بيها، عاوزين تعملوها برده وتحطوا عليها شوية دقيق برضو ماشي، يعني كل حاجة ورغبتكم. هننزل بقطعتين تانيين اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الزيت معانا سخن، ونبقى واقفين جنبها ما نسيبهاش يا جماعة، عشان في ثواني بتلاقوا اتحمرت وتلاقي خدت لون. ماشي. خليكم ملاحظين اهو. بصوا اهو قلبتها على طول اهو. مسافة ما لقيت اللون بقى ذهبي كده وشمعت وشدت معايا، رحت قلبها على الوش التاني. هي دي الكبدة المقلية. ممكن بقى تعملوا جنبها شوية مكرونة، هتاكلوها بعيش بلدي زي ما احنا كلناها، وجنبها شوية سلطة حاتي وشوية سلطة طحينة. تبقى أكلة جميلة. الكيلو بره غالي جدا يا جماعة والله العظيم، يعني خشوا في 300 ولا حاجة، وده كمان يعني ده المطاعم اللي هي النص كم يعني. انما المطاعم الفخمة بقى بتبقى اغلى من كده بكتير.
فليه ما نعملش حاجتنا في بيتنا وحاجة نظيفة واحنا غسلينها وعارفينها وضامنينها؟ فاهمني؟ فكل حاجة في البيت بتبقى نظيفة. طبعا هي ارزاق، ربنا يرزق الجميع يا رب. بس احنا عشان خاطر الايام دي ما بقتش مضمونة في اي حاجة، فاحنا بنعمل حاجتنا بنظافة. وفي ناس ما بتغسلش الكبدة، انا من انصار غسيل الكبدة صراحة. ما اقدرش يعني، خلاص اتعودت على كده. بغسلها بدقيق وبعد كده اعصر عليها ليمون واسيبها بقى شوية كده، وبعد كده ارجع اغسلها من الليمون واسيبها تتصفى واشتغل فيها. بصوا مسافة ما حطيتها اللون خد لون ذهبي، قلبت على طول. ودي كانت الطريقة بتاعتها يا حبايبي، عشان خاطر ده مهمة جدا طريقة التسوية بتاعتها، عشان تطلع معاكوا كده طبق كبدة بانيه تاكلوه وتقولوا الحمد لله على جماله وحلاوته. الحاجة ما تبص منكم عشان الحاجة غالية دلوقتي وبتتكلف. معلش اذا كان المقطع ده طول عليكم، بس دي مهمة جدا في يعني في الفيديو. بصوا ما شاء الله القشرة بتاعتها تحفة تحفة تحفة. كان لازم اوريكم التريكات دي يا جماعة، معلش. وكده كنا خلصناها بقى كلها زي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا وشوفوا. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي. ويا رب وصفة الكبدة لو عجبتكم ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وبالله عليكم يا جماعة تتفرجوا على الفيديو للآخر، عشان انا لسه فاضل الساعات ما كملتش، الساعات عندي قليلة جدا. وبألف هنا وشفا حبايبي، ولو الفيديو عجبكم وبألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.